السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ من النادي. النهاردة بقى عايزة أوريكم القلقاس بطريقتي أنا كنت عاملاه ازاي. طعمه حلو جدا وريحته في منتهى الجمال. بصوا القلقاسية كده تلاقوا القطعة ماسكة نفسها لا مهرية ولا أي حاجة، والمهم تقطعوها صح. أول حاجة بنجيب القلقاسة نقسمها لنصين كده قد بعض بالظبط، وبعدين نمسك كل نص فيهم نقطعه كده زي الشرايح كده زي ما انتم شايفين، ونمسك شريحة شريحة نقشرها، لان انتوا لو جيتوا قشرتوها على بعضها هتبقى صعبه جدا في تقشيرها. بعد كده بنمسك كل بقى شريحه قطعناها نقسمها لصوابع كده وبعدين لقطع صغيره. وطبعا ما تبقاش القطعه بتاعه القلقاس صغيره قوي عشان ما يتهريش واحنا بنسلقه، لان هو ما بياخدش وقت خالص في التسويه. فالقطع كل ما كانت كبيره كده تكون افضل بكتير من ان هي تبقى رفيعه. تمام، بصوا قطعناها لمربعات كده، وبعدين بنجيب قماشه وبنمسح بيها القلقاس مش بيتغسل. بنمسحه بقماشه كويس جدا، وبعدين بنديله عصره ليمونه علشان نضيع منه اي مزلقه فيه، او اي الحاجات اللي بتبقى لازقه في القلقاس. وبعد كده بنجيب بقى السلق والكزبره نغسلهم كويس جدا، وبعدين نضربهم في الخلاط معاهم شويه ميه صغيرين، ونجيب المصفى ونصفيهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده كويس قوي من الميه بتاعتهم. وطبعا اوعوا ترموا التفل بتاع السلق والكزبره. هنفضل نعصره كده كويس جدا ونسيب الميه بتاعته على جنب والسلق على جنب. وبعدين بقى بنجيب في حله على النار نجيب شويه من الشوربه ونحط عليها القلقاس، ونسيبه بقى يغلي غلوة كده. نحطه بقى كمية شوربة حلوة مناسبة كده مع القلقاس علشان القلقاس تمام. وبعد كده هنبدأ بقى نسيبه بقى ياخد له غلوة كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. المهم تظبطوا كده كمية الشوربة مع كمية القلقاس. اللي انا عاملاها قلقاسة واحدة بالظبط بس كبيرة، ويفضل ان هي تكون قلقاسة على بعضها احسن ما تجيبوا كذا واحدة صغيرة وتبقى فيه اختلاف في التسوية. دلوقتي انا حطيت بقى اللي هي المية بتاعت السلق والكزبرة على الشوربة، يا دوب ياخد غلوة واحدة، وبعدين ضيفي معاه المية بتاعت السلق والكزبرة وسيبيه بقى لحد ما يستوي. ما تسيبوش كتير، ربع ساعة كده وبصي عليه هتلاقيه خلاص قرب يستوي. وبعدين بقى نبدأ نحضر الطشة بقى بتاعت القلقاس. نجيب 3 أو 4 فصوص من الثوم ونشوح معاهم التفل اللي هو بتاع السلق والكزبرة اللي أنا قلت لكم ما ترموهوش. نديله تشويحة بقى، ويا سلام يا سلام على الريحة اللي أنا شماها في البيت كله في منتهى الجمال، وما تخلوهوش يتحرق. أنا عايزاه أخضر كده علشان يدي خضار حلو للقلقاس. وبعدين بقى خلاص أول ما القلقاس نلاقيه دخل في التسوية نبدأ بقى نحط التشويحة بقى بتاعت الكزبرة والسلق بالثوم وخلاص، وغلوة واحدة بالظبط وطفي النار عليه كده. القلقاس بقى جاهز في منتهى الجمال. وطبعا انا عايزه اوريكم اللحمه برضو انا عملتها ازاي. بندي اللحمه صدمه كده في معلقه من الزبده او السمنه، وبعد كده بنضيف عليها ميه مغليه ونسيبها بقى لحد ما تبدا تستوي. والخضروات اللي انا بحب اضيفها بحب احط طماطمايه وبصله وجزر، وبحب احط البهارات السبعه وفلفل وحبهان، ولو عندك ورق لورا حطي، والملح ملح صيني. حطي البهارات اللي انت بتحبيها واسلقي اللحمه وبقت جاهزه. وطبعا الشوربه بتاعتها اللي فيها الجزر دي بتخليها مسكره، فتخيلي بقى طعم القلقاس عامل ازاي مع الشوربه الحلوه دي. جربوا بقى الطريقه بتاعتي دي وهستنى رايكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو شيروه بقى عندكم عشان تفيدوا اصحابكم وقرايبكم. شكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم ليا من النادي.